ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ في جدل كبير امبارح كده حاصل على السوشيال ميديا في فكرة ان احنا اتجاملنا امبارح في الكورتين بتوع ضربة الجزاء. طيب خلينا الاول نقول يا جماعة، عشان بس الجدل ده احنا عارفين هو جاي طبعا من جمهور النادي الاهلي، ده مفيش اي مشكلة، بس خلينا نقول احنا هنا بنقول اللي لينا واللي علينا. لو لينا حاجة هنقولها، ولو علينا حاجة هنقولها، ولو اي فريق عامة ليه حاجة هنقولها، ولو اي فريق عليه حاجة هنقولها. طيب خلينا برضو نتكلم كده بشكل عام بصراحة. نادي الزمالك امبارح كان عليه ضربتين جزاء واضحين وضوح الشمس، تمام، بس في منهم واحدة ممكن حكم يحسبها وحكم ما يحسبهاش، ده وارد وده طبيعي جدا، وده موجود يعني في كل الدوريات وفي كل حتة. لكن في واحدة دي ما فيش فيها أي حاجة، لا هي ضربة جزاء. بس كذلك الزمالك ليه ضربة جزاء، وعلى فكرة ده اللي قاله كابتن جاد جريشة ف في الاستوديو التحليلي لما اتسأل امبارح، قال لك ضربة جزاء شيكابالا ضربة جزاء وبروكسي لها 2 ضربة جزاء. انا بقول لك ضربة جزاء شيكابالا وضربة بروكسي اللي هي ضربة الجزاء الاولانيه اللي هي لمسة اليد، انا من رأيي من الاتنين دول فيهم وعليهم. يعني في حكم يحسبهم وفي حكم ما يحسبهمش، زي ما الحكم امبارح ما حسبهمش. لكن في واحده بقى امبارح اللي هي حسام عبد المجيد شادد اللاعب دي في جوه منطقه الجزاء، لا دي فيها جدا، دي ما ينفعش ان احنا نقول ما فيهاش. خلينا نقول برضو حته تانية، عشان الجمهور قال امبارح طلع اتكلم قال لك احنا بتتجاملوا يا جماعه. التحكيم هنا والهنا فيه واللي عليه، بس في حاجات بقى فجه للتحكيم. يعني انا مش بتكلم في لعبه زي مثلا المفروض في ماتش السوبر طردين للنادي الاهلي، دي حاجه صريحه وواضحه بغض النظر ايه اللي حصل او ايه اللي ما حصلش، دول واضحين. ازاي حكم الفار وفي فار، فازاي حكم الفار ما يقولش او ما اتكلمش معاه ان دي فيها حاجه، والحكم جاي بعد كده يقول لك انا كنت بطلع الماتش بره الامان. دي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها في التحكيم، لكن ما بتكلمش على لعبه معينه. يعني مثلا ما لعبه الاهلي بتاع ضربه جزاء، في ناس قالت انها ضربه جزاء وانا شايفه من وجهه نظري انها مش ضربه جزاء، بس ما جيتش اتكلمت عليها ان ده فجر تحكيمي او ده التحكيم بيجامل او التحكيم بيودي، لان خلاص مع ان دي كوره ببطوله، مش كوره بانها تقعدك في البطوله هتكمل فيها او مش هتقعدك، او حتى لو هتخليك مثلا في الدوري تاخد 3 بونت او لا. احنا بنتكلم هنا في فكره ان التحكيم فيه حاجات ليه فجه كده بتبقى واضحه، زي ما بقول لك اللي هو الطردين بتوع لعيبه نادي الاهلي اللي هو الشناوي ومعلول. لكن انا مش بتكلم عامه هنا، او لما بنيجي نشرح او بنقول حاجه مش بنقول على فكره المجاملات او فكره ان نادي بيتظلم او نادي ما بيتظلمش او نادي فوق الظلم عامه او نادي لا. انا لازم كلامي هو اللي هيمشي. ده بنتكلم فيه مع اتحاد الكوره بقى، بنتكلم مع لجنه التظلمات، بنتكلم مع الحاجات دي كلها. مش بتكلم جوه الملعب، انا بتكلم بره الملعب. لما تيجي انت فريق المفروض لعيب يتوقف، لا مش هيتوقف الا لما يطلع قرار. الكلام ده مفيش الكلام ده ابدا، وشرحناه قبل كده في فيديو قبل كده. فجماعه كل الكلام اللي انا بتكلم فيه او 90% من جمهور الزمالك لما بيتكلم مش بيتكلم على فكره ان انتوا بتتجاملوا في الملعب ككوره اللي هو ضربة جزاء او فاول او الكلام ده، مع ان ده كله بيبقى تحجيم للفرقه التانيه عامه، بس ده ليا وعليا فما حدش بيتكلم فيه. اللي بيتكلم فيه بقى طرد زي ده، يعني المفروض كره شريف دي المفروض فيها طرد، لان بالمثل هي ومحكم مصري وكل حاجه. الناحيه التانيه كان في الكاس بن شرقي واخد نفس الكوره قريبه جدا نفس الكوره، بالعكس يمكن هو كمان ما لمسوش بمعنى اللمس اللي زي لمس شريف، وخد طرد على طول مباشر، ما خدش انذار في طرد. ف يعني مش عارف بصراحة الناس بتتكلم في النقطة دي ليه، بس أنا جاي بتكلم عن نفسي وعن شخصي. 90% من جمهور الزمالك فعلا بيتكلم كده، مش بيتكلم على المجاملات اللي جوه الملعب، لأن ده طبيعي، هنا بيتجامل وهنا بيتجامل. كده بتكلم على المجاملات اللي بره الملعب. فعادي جدا امبارح الكوره فيها واللي عليها، وانا عليها ضربه جزاء وبقول عليها ضربه جزاء، وفي ضربتين جزاء، واحده للزمالك واحده للبروكسي الناحيه التانيه، دول في حكم يحسبهم وحكم ما يحسبهمش. فطبيعي يا جماعه عشان ننهي بس الجدال عن النقطه دي خلينا نقول احنا مش زي ناس تانية لما بتيجي تتكلم لا لازم يبقى انا صح. انا برضو بقول ان في ناس من جمهور النادي الاهلي بيقولها صريحه، لا بتبقى صريحه، ولما يبقى في حاجه على النادي الاهلي بيقولها، ولما يبقى في حاجه ضد النادي الاهلي بيقولها، لما يبقى في حاجه على نادي الزمالك بيقولها، ولما يبقى في حاجه على ضد نادي الزمالك برضو بيطلع يتكلم فيها. لكن انا بتكلم ان 90% امبارح من السوشيال ميديا طالع بيتكلم على ان انت بتتجامل. يا جماعه احنا مش بنتكلم كزمالك، مش بنتكلم على المجاملات اللي جوه الملعب. لو كنا طلعنا اتكلمنا، او انا كشخصي هتكلم كشخصي، لو كنت طلعت اتكلمت انها ضربة جزاء، انا بقول دي مش ضربة جزاء، في غيري قال ضربة جزاء، عادي يا جماعة، خلاص الموضوع انتهى، ماتش وخلص والدنيا خلصت. لكن احنا بنتكلم عامة كتكرارا على اللي بيحصل بره الملعب. من بقى ان انا بريحك بديك زيادة عن الفرق التانية، لا في فرق تانية هتلعب غصب عنها زي بيراميدز اهو مثلا، الكلام ده كله. انت برضو لا اللعيب المفروض يتوقف لا ما توقفش، كذلك كذا حاجة. يعني انا مش برضو الشناوي على فكرة كان المفروض يتوقف من الماتش اللي قبل ما خد طرد،
المفروض كان يتوقف لان الضرب من غير كوره. المفروض اتحاد الكوره عامه كان يوقفوا مباراتين على الاقل علشان ده ضرب من غير كوره. ما فيش الكلام ده يا جدعان، نروح لعب السوبر عادي والدنيا زي الفل. وقال لك ده ليه لائحه، والدوري ليه لائحه، والكاس ليه لائحه، والدنيا ماشيه مراجيح خالص يعني. فده اللي احنا بنتكلم فيه. انا عندي 2 لعيبه يا جماعه لما حصل نفس الموقف اتوقف 8 مباريات و8 مباريات على طول. ولما عملنا استئناف الناس برضو قال لك لا، الاستئناف ما يوقفش القرار لحد ما يطلع الاستئناف، الراجل موقوف. والناحيه التانيه قال لك لا، لما جينا كده قال لك اصل اللائحه اتغيرت، ولائحه السنه اللي فاتت غير لائحه السنه دي. فيا جماعه الكلام ده مش منطقي بالمره. فده اللي احنا بنوضح بس فيه الكلمتين بشكل بسيط جدا وواضح وسهل، ان الناس لما بتتكلم مش بتتكلم على المجاملات اللي بتحصل جوه الملعب، مع ان ده بيحصل، بس ده بيحصل هنا وبيحصل هنا محدش بيتكلم عليه. بس في مجاملات فجه جوه الملعب دي اللي لازم نتكلم فيها، زي ما بقول لك الطرد اللي المفروض كان يحصل وما حصلش. الناحيه التانيه بقى الناس برضو بتتكلم عندنا احنا تاني حاجه على نقطه ان انت بقى بتتجامل بره الملعب اكتر. دي بس النقطه اللي او مش اكتر، انت بتتجامل بره الملعب ما فيش حاجه تانيه. فدي الناس بس اللي بتتكلم فيها يا جماعه. فانا حابب نوضح زي في جوه الملعب والكوره اللي احنا لينا فيها، احنا زي ما كان علينا امبارح ضربتين جزاء علينا ضربه جزاء، بس دي فيها ودي فيها، يعني فيها وعليها، وهناك برضو فيها وعليها، بس في واحده صريحه جدا لبروكسي المفروض تبقى ضربه جزاء. بس يا جماعه اشوفكم على خير ويلا سلام.